واحد المادلين ما نقولكمش انا خدمت ما فهمتهاش. ما عرفتها مادلين، ما عرفتها لي بابا، انا ما عرفتهاش. فيه واحد المكون عجيب غريب سري، فكملي الفيديو للاخر باش تعرفيه. وكي تكملي الفيديو الاخر ما تنساش ديري لنا جيم وتكتبي لي تعليق مليح، فهمتي؟ ماكش تروحي والسلام. المهم ادخلي للفيديو وكمليه، راح تشكروني. واحد البنة، واحد ادخلي رواحي. واش تجيبي؟ جيبي حبيبه تاع القارص كما راك تشوفي، كمليها لي سكرفجيها لي كامل ما تخلي منها والو. جيبي حبتين تاع البيض صفار زائد البياض كيما راكي تشوفي. وهنا راح نضيفوا زوج مقارف تاع السكر العادي. تحبي السكر او تجيك الحلاوه اكثر من هاك ديري 3 مقارف. المهم خلطوا لي البنات او خلطوا لي البنات هذوك المكونات مع بعضهم، خلطوهم لي مليح 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 حتى يذوب السكر تاعك مليح. ابدا يضيفي في نصف الكاس تاع الحليب، هذا حليب لحظه عادي، نصف الكاس. ماذا بك ما ديريش دفعه واحده، ديريه من داك شوي شويه كما راكم تشوفوا انايا، يعني كما راكم تشوفوا ما ديريش دفعه واحده. وخلطي لي كامل مع بعضهم. المهم هذاك الحليب راه يساعد السكر باش يذوب مليح. بالنسبه للزيت جيبيك نصف الكاس تاع الزيت، وكما قلت لك دائما هاد الصوالح نديروهم تدريجيا على شكل خيط باش يذوب كلش مع بعضه. واضح؟ شوفوا يا البنات، انا كل مره واش ندير لكم، مره ندير لكم روتين يومي، مره ندير لكم وصفه، كل مره واش ندير. المهم جيبي هذاك الكاس تاعك هنا، هذا البيدون كنت يعني مقرب للفارينه. ديري ما ديريش نديرو قبل ما نتكلم على الفارينه، ديري نصف الحبه تاع الليمونه هذيك اللي كنتي اسكرفشتيها كامل. الليمون يعطي ذوق رائع لهذا المادلين وراح يعطي لها بياض. فهمتوا يا البنات؟ كما قلت لكم جيبوا هذاك الكاس وما تعمروهش كامل، خلوا 2 أصابع من الفارينه. راح نعمروا الكاس الثاني قلت لكم ماهوش معمر نفس كما الكاس الاول، يعني قل 2 أصابع. عندي 2 باكيات تاع الخماره الكيميائيه، راح نضيف وحده كامله والثانيه شوفوا واش راح ندير منها. راح ندير نصف العلبه او عفوا نصف هذا الباكي، يعني حوالي مقرف صغيره معمره جيدا. شفتوا يا البنات؟ سهله مهله لحد الان. انا ما دخلناش في المكون السحري العجيب الغريب السري. المهم راح ندير لكم سسبانس زعما. شوفوا يا البنات هنا باش نخلعكم برك. واش ندير راح نخلط بالعقل بالعقل بالعقل. يعني التخلاط دائما في المادلينا او في المادلين او في المسكوتشو ما تكثروش الخلط باش الفارينه تاعكم ما تطلق لكمش العلك. كي تطلق العلك الفارينه راح تجيكم معجنه او ما تجيش مليحه. المهم يا البنات شوفوا القوام تاع هذاك العجين كما راكم تشوفوا. شوفوا واش راني خليت من هذاك الكاس الثاني اللي هو كاس 2 أصابع، خليت حوالي نصف مقف. تحبوا تكملوها كملوها عادي كيما تحبوا. انا نشتي المادلين خفيفه ياسر. اذا حبيتوا ديروا 2 كؤوس الا ربع الا 2 أصابع الى 2 أصابع نفس الكيسان. المهم يا البنات سنوريكم السر المكون العجيب الغريب السحري. هذه خمارة الخبز. خمارة الخبز ديروا حوالي مقرفة صغيرة تاع القهوة، ديري نصف او ربع خمارة الخبز. شوفوا يعني قطيها لي بالساشو وحديها الكونجيلاتور. هذه حاجة إجبارية، باش تعطيك هذاك الانتفاخ. حوالي 20 دقيقة ربع ساعة، ماذا بك حتى الساعة مليحة ياسر. المهم انا ما عنديش وقت خليتها للأمانة خليتها ربع ساعة فقط وجات مليحة عادي مش مشكل. إذا تقدري تخليها أكثر من هاك خليها أكثر من هاك. المهم تقطيها بالساشي باش ما يدخلهاش الماء. شوفوا عندي هاد لي كيسات راح نعمرهم كما راكم تشوفوا يا البنات. عندي هاد لي كيسات راح ندير في كل وحده 2 مقارف. انا ما ننصحكمش بهاد لي كيسات الكبار، لازم دائما تخيروا لي كيسات المتوسطين باش الواحد كي ياكل هاد المادلين ماشي ياكل نص ويخلي نص. فهمتوا؟
يعني حبيبه تشبعوا، ما يديش هذيك لانصاص ونقعدوا نلوحوا فيه. شوفوا يا البنات، هذا الخليط هذا كامل دوك على ما اظن جا من سبعة تاع 7 أو 6 والله ما تبهت، 7 نظن انها 6 تاع المادلين. هنايا عندي المادلين راهم كبار ياسر، ممكن الصراحه ما كانتش واضحه اكثر. عندي لي كيسات كبار ياسر، معناتها كي ديروهم في المتوسطين في لي كيسات متوسطين اكيد راح تجيكم تقريبا 14 حبه، او يعني كل واحد ولي كيسات تاعهم، فهمتوا؟ انا كبار ياسر هما صراحه نحسهم مش تاع مادلين، ولكن معليش انا في ذاك الليل انا هنايا كنت نصور في الليل، فاضطريت كانوا الحوانيت مسكرين باش نروح نشري لي كيسات اسقع، هذه اللي نخدم فيها 10 تاع الليل. المهم يا البنات كما وصيتكم ديروا لي كيسات متوسطين، واضح؟ اذا كنتوا نزلتوا معايا لحد الان ماذا بيا دعموني، كتبوا لي تعليق مليح، ديروا جيم، طلعونا القناه، ربي يهديكم، نضلوا نحلوا فيكم وكيف يعني نحط لكم في الوصفات، ندير لكم روتينات، ما كان لا تعليق لا دعم لا يديك لي يجيبك. المهم خطي لي هذيك المادلينات باش يهبط هذاك الخليط تاعك، خطيهم لي خطه مليحه، ومسحي كامل هذوك الزوائد ولا هذاك الصوالح باش ما يحرقولكش في المادلين ويقلطوك ويحسبوا باللي المادلين هي طابت. المهم شوفوا يا البنات، شوفوا كيفاش طالعين، كيفاش مفخفخين. هذه قاعدين من خمارة الخبز اللي درناها، وخاصة ثاني كي ديريه في الكونجيلاتور، يعني كي ديري الخليط تاعك في الكونجيلاتور راح يدير لك كيما هاك. اما اذا درتي تمثم يعني خلطتي العجين تاعك ودرتيه مباشرة بلا ما ديري في الفريجيدير، ما راحش يجيكم منفخين، يجيكم مادلينات عاديين. شوفوا البنات، روعة يشبهوا لي بابا. المهم انا المعجون صراحه كنت معوله نديرو في الداخل، يعني فليكس الداخل في العجين، ولكن نسيت للاسف، درت يعني ديروا طبقه من العجين، وبعد ديروا مقرف صغيره تاع الكونفوتير، وتعاودوا ديروا طبقه اخرى تاع العجين. تولي لكم روعه. انا هنا نسيت مع اني كنت حطيتهم ثانيه الكونفيتير، فدرتهم من الفوق وجات زينه، جات مليحه، ووزقتهم بهذاك الكاوكاو الاخضر المسبوغ. ثاني تجيكم روعه اذا درتوا الكاوكاو يفيلي. صدقوني يا البنات هاد المادلين ولا اروع، وخفه وبنه والشكل رايحين تبهروا يعني العائله تاعكم. شوفوا يا البنات روعه. والبن ما نحكي لكمش، اذا كان عندكم لافاني ثاني تقدروا ديروا لافاني، ولكن انا دائما ننصح بالقارص. هذا فيديو نهار اليوم، ما تنساوش